السلام عليكم. بمناسبة شهر رمضان غادي نوجدو لكم سلو على الطريقة المغربية. بالنسبة للمقادير: 2 كيلو ديال الدقيق، كيلو ونصف ديال الجنجلان محمر، كيلو ديال اللوز، 500 غرام ديال السكر كلاصي، 3 المعالق ديال القرفة، 3 المعالق ديال النافع، نص حبة ديال الكوزة تكون محكوكة، نص كيلو ديال الزبده ديال العبار، نصف لتر ديال الزيت ويلور. كناخدو 3 المعالق ديال النافع، كنضيفو معها 3 المعالق ديال القرفه، نص حبه ديال الكوزه، كنمزجو هاد المكونات كنبقاو نمزجو المكونات حتى كتدخل مع بعضياتها. من بعد كنضيفو الجنجلان. بالنسبه للجنجلان درنا كيلو ونصف، خدينا منه 250 غرام، ما طحناهاش، خليوها حتى كنزيدوها في الاخر هي واللوز. الان بعد ما مزجنا الخليط غادي نضيفو السكر كلاصي، الان غادي ناخدو الزبده اللي مخلطه مع الزيت. وبالنسبه للزبده ملي كنديروها كطبخ كنحاولوا نحيدوا هذيك الكشكوشه البيضاء باش زعما تغمر لينا سلو. الان بعد ما مزجنا الخليط غادي نضيفو 250 غرام ديال الجنجلان، الان غادي نضيفو اللوز. بالنسبه للوز كندلكو الخليط غير بشويه باش يبقى يبان وسط السلو، باش كيعطي واحد المنظر جميل هو الجنجلان. كما كتلاحظوا ها هو السلو ديالنا. غادي ناخذوا شويه ديال اللوز محمر، نقوموا بعمليه التزيين. نتمنى يعجبكم وان شاء الله غادي يعجبكم، وبالصحه والعافيه، ورمضان مبارك.